ما هو جدري القردة وما مدى خطورته؟ وبيجي من القوارض من الجرادين والفيران بالغابات، انتقل الى القرود مثل ما بينتقل للانسان. بقى ما له علاقه، بقى بطل اسمه مونكي بوكس، صار اسمه ام بوكس. يعني بدنا نسميه جدري ام اذا بدك. نحن عندنا اتصالات بافريقيا وبضل في مسافرين على افريقيا رايحين راجعين، اذا بجوز في خطر انه يجي الوباء، يجي الفيروس الى لبنان. وهذا فيروس يعني ما في له حدود ولا جمرك ولا امن عام. وكان في تقريبا حوالي 30 40 الف حاله بالعالم، ولكن كانت حالات طفيفه و يعني جلدية فقط. صار في كم حالة بلبنان، ما يقارب 30 حالة بلبنان وقتها، وكلهم تم علاجهم وشفائهم من دون أي يعني مشاكل، من دون أي وفاة أكيد، ومن دون أي يعني تفاعلات ثانوية. من شهر تقريبا بلشت تظهر حالات متجددة وبالكونغو، وبين انه هالحالات كأنها ناجمة عن طفرة جديدة بالفيروس، وهو ذات خطورة أقوى. بالوقت الحاضر الحالات فقط منحصرة إلى كونغو والدول اللي حوالي الكونغو. في ظهر حالة بالسويد، ظهر كم حالة ببلجيكا، 3 حالات بباكستان. بلبنان ما عندنا حالات جديدة لعلمي. الأعراض تبعيته أولاً بيعمل ارتفاع بالحرارة، وبيعمل جدري، يعني بيعمل حبوب فيهم عمل موجودين في الجلد، خاصة حوالي الأعضاء الجنسية وحوالي الفم، مرات بالأصابع، بالأيدي، بالجسم، وإجمالا بيضلون حوالي 3 أسابيع حتى يصحوا. العدوى بتكون خاصة لما بيكونوا بعضهم رطبين، لما بينشفوا ببطل في خطر عدوى كبيرة، بخف خطر العدوى، بيضل خطر العدوى ولكن بخف. والانتقال أكثر شيء صار عبر العلاقات الحميمة، لأن حوالي المناطق بالفم أو بالأعضاء الجنسية بيكون هالحبوب هيدول بعضهم رطبين، إذا بيكون العدوى أكثر. لقاحات موجودة، في نوعين لقاح، إذا بتذكر جرعتين بس مني أكيد. ما جبناه على لبنان وقتها، تم بلبنان اجبنا العلاج موجود بلبنان كان من 2 سنين وما استعمل وقتها. كيف يجب أن يتصرف المصاب بجدر القرود؟ هل مطلوب يعزل حاله؟ يجب أن ينعزل أكيد، مثل حيلا جدري يعني. بس الشخص لازم ينعزل عن الباقي الناس، لأن حتى ما ينتقل عبر التنفس، عبر الرذاذ، خاصة إذا في حبوب بتمه. لينتشر المرض حينها في أكثر من 100 دولة، من بينها دول في أوروبا وآسيا، ولكن تمت السيطرة عليه من خلال تطعيم الفئات الأكثر احتياجاً له. عندك فكرة عن الفيروس الجديد اللي طالع اللي اسمه جدر القرود؟ سمعت فيه على السوشيال ميديا بس. أنا بنتك العربي وكله طق حنك وكله تجارة. الفيروس من كل منطقة منتشر، يعني الخوف، كل تكة في خوف، مش انه بس الفيروس، كل شيء. بس صراحة اللي صار بكورونا ما حيصير بعد أضرب منه، واللي كتب ربنا بده يصير. ما بخاف، ما عندي مشكلة. أنا سمعت عنه، سمعت إنه في أوروبا أكثر من هون بأفريقيا، وهون بلبنان أخذوا احتياطات بالمطارات كمان، سمعت عنه بس ما عندنا فكرة عنه قوية. بس إن شاء الله ما ينتشر مثل الكورونا يعني.